احتفل التونسيون بسقوط حكم بن علي من خلال تبادل التهاني والردود على صفحات الفيسبوك ونشر كل جديد من صور وفيديوهات تؤيد إزاحة بن علي من منصبه وترحب بسياسة جديدة. واستطاع فضاء الفيسبوك باعتباره المتنفس الأول للشباب التونسي أن يلهب فتيل الاحتجاجات المتصاعدة من خلال الدعوات والشعارات التي تروج للإطاحة بحكم بن علي، حيث قام الشباب التونسي بإطلاق حملات إلكترونية عبر الفيسبوك لحشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين، وهو تماما ما توقعه خبراء العلاقات الدولية أن يحدث فعلا، حيث أشاروا إلى إمكانية نجاح ثورة الإنترنت. حديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو معتز كوكش، وهو الخبير في المعلوماتية. أهلا بك سيد معتز. أهلا بك سيد معتز، إلى أي حد في تونس ساهم الإنترنت في إشعال فتيل هذه الاحتجاجات، خاصة وأنه نقرأ تقارير عن أنه عدد متصفحي الفيسبوك فقط يزداد أسبوعيا أو كل أسبوعين في تونس 20,000 متصفح؟ نعم سهير، طبعا مرة أخرى يثبت الفيسبوك خاصة والمواقع الاجتماعية عامة أنها مواقع الأزمات. طبعا اللي صار في تونس هو تكرر في الماضي في احتجاجات إيران. صحيح. وحصل أيضا في الكوارث الطبيعية مثل ما حصل في كوارث هايتي وكوارث الفيضانات اللي صارت في جدة والرياض. طبعا الفيسبوك حاليا نتكلم نحن على 650 مليون شخص حول العالم متصفحين للفيسبوك ومشتركين فيه، زيادة تقدر ب 40% تقريبا سنوية في الفيسبوك. في تونس أيضا بعد الأحداث الأخيرة طبعا لجأ الجمهور التونسي طبعا إلى الفيسبوك كوسيلة للهروب من شبح الرقابة. ممكن الناشطين مثلا في موضوع الإطاحة في الرئيس كانوا قد لجأوا إلى الهواتف مثلا أو المراسلات العادية، وهذه قد تكون مراقبة، لكن لجوءهم إلى المواقع الاجتماعية وخاصة الفيسبوك قد يكون هو الهدف الأساسي عندهم للهروب من شبح الرقابة. أيضا من ضمن التقارير التي طالعتها أنه 40% ممن يتصفح الإنترنت في تونس هم من النساء، يعني نسبة عالية ممن أيضا كان مع هذا الموضوع أو يعني يشجع هذه الاحتجاجات من النساء في تونس. نعم، هي شرارة البدء كانت من النساء عامة. طبعا أول جروب أنشأ على الفيسبوك كان اسمه من أجل تونس، أنشأته طبعا سيدة سعودية، ووقت هذا انضم للجروب هذا حوالي 22,000 شخصية من تونس، طبعا من الشباب والنساء، أغلبهم من فئة الشباب. طبعا قاموا بنشر صور عن الأحداث اللي صارت في تونس قبل الاحتجاجات، مثل مآسي المجاعة، وحتى الشخصية الشهيرة اللي حرقت نفسها طبعا أمام عدسات الكاميرات. فطبعا هذا شجع كثير من الاشخاص لانضمام لهذه المجموعات وانشاء مجموعات شبيهه. هل يخشى الان القائمون على مواقع الانترنت تدخلات ربما للحد من هذا التاثير الكبير لصفحات مثل فيسبوك والصفحات الاجتماعيه الاخرى؟ حتى نكون واقعيين اكثر، السؤال حصلت في ايران قامت بحجب كثير من مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والتويتر، لكن طبعا صار في وسائل اخرى للوصول الى تلك المواقع مثل برامج كسر البروكسي او برامج اختراقها. فبالتالي حصل ايضا في تونس حجبت اليوتيوب. صحيح. طبعا لمرحله معينه، وحتى تم الاطاحه بالرئيس وعادوا لخدمه اليوتيوب، لكن بالتالي برضو استطاعوا التوانسه ايضا ايصال صوتهم. شكرا جزيلا لك. في الاستوديو معتز كوكش الخبير في المعلوماتيه.